ازيك يا حاج عادل؟ حبيبي يا حاج. حبيبي محمد. خير ان شاء الله يا حاج. والله انا بعت لك يا حاج محمد، اختك والسلام دي جرى في الدنيا. تمام. اختك كل حبه عامله ايه مشكله، لسه جاي من الشغل دلوقتي ماشي لاقي مشكله هي ومرتي ماسكين في بعضهم. انا مش عارف اعمل ايه، اشق هدوم واهج في الدنيا منهم ولا اعمل ايه بالظبط. ما العيب من عندك يا عم، انا اختي عندي يعني قاعده عندي في البيت. دلوقتي اخوك مسافر بره. تمام. مش انت كبير البيت؟ لا انا اخويا خلاص، ما يا عم انا مش بكلم اخويا. مش تحترم الحرمه اللي قاعده. استنى خد كلامي للاخر وشد براسك. مش تحترم الحرمه اللي قاعده على نفس. انا لسه متجوز بقى سنه. انت جيتني فين؟ انت جيتني فين؟ قاعد مرزوع. ما هو لسه جاي من الشغل وتعبان ومش عارف اطلع عشان اختك كل حبه عامله لي شكله وعامله لي كل حبه تشرب ميه لحد ما وقفت حالي. انت عندك ولا انا قاعد على الباب اهو. انت عندك مره عامله زي البومه يا عم. يا راجل انت فكني من اختك، طيب النبي فكني من اختك عشان مش هيدي البيت ده على اللي فيه كله. افكك من اختي لما ابنك يطلع. اسمع الكلام. ما اسمع. لما ابنك يطلع فوق يسرق جهاز الزيت. ابني ما سرقش وبعدين ابنك راح فين؟ ابني اسمع. انت اول امبارح طلعت تعمل ايه؟ ابني ازاي؟ تسرق ايه؟ ازاي؟ اسمع ازاي يا عم؟ ابني يا عم ابني راح بيت عمه لقي الباب مفتوح دخل جاب جاي الزيت. مش له حق يطلع، مرت عمه مش موجوده مش له حق يا عم ما هي مرت عمه مش جابلاه اصلا. خلاص ما مش جاب له حد. يا عم مرت عمه مش جابلاه. اول امبارح يا راجل اول امبارح تصحى الصبح تلاقي مرتك تجيب ميه هي بتجيب ميه ليه؟ ما هي بتجيب مرتك طول النهار بتجيب ميه على السلم. طول ما مرتك طول النهار بتجيب ميه على السلم. وقفت حالي يا راجل مش عارف اطلع يوميه يا راجل منها يا راجل. يا راجل فكني يا راجل مش عايز اطلع فكني من اختك والنبي تجيب النبي من اختي. ليه؟ بنعمل ايه؟ احنا فكني من اختي عشان انت مش يا راجل كل السلام يا راجل اللي يروح عند ناس السلام زي الاخوات. مش السلاف. انت حاطط نجرك من نجر اخوك. يا راجل تعالى خد مره اختك وخد مرتي معاها. نجرك من نجر اخوك اللي انت راجل عواطل ما بتشتغلش، واخوي ونسيبها اني اللي هو جوزها شغال والدنيا يا راجل ماشي هو يشتغل يا ربنا يسهل له طريقه يا راجل. اشتغل زيه وبص هو عمل ايه. يا راجل تعالى فكني من اختك والنبي. سيبوها لسه ما خلفتش. سيبوها يابا فكني عشان مش انا هدي البيت على اللي فيه دلوقتي. 4 عيال طالقهم يا راجل. 4 عيال طالقهم يا راجل فكني بقى 4 ولا 5. انت كمان انت جاي مصطفى العيال انت واختك سنه. يا راجل انا هدي البيت اهو عشان ترتاح انت يا راجل. فك دي اختي انا اختي انا عارف.